أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن نوع من الوحدة الحقيقية، مش بس إنك وحيد وسط الناس. أنا بتكلم عن الناس اللي فعلا مفيش حد في حياتها، اللي تليفونها مش بيرن، اللي ملهاش أصحاب تخرج معاهم، واللي ممكن يومها يخلص من غير ما تتكلم مع أي حد. الوجع ده بيكسر الظهر وبيخلي الواحد يحس إنه ملوش لازمة في الدنيا. أنا حاسة بيك وبيها، وعارفة يعني إيه عذاب إنك تكون في الدنيا لوحدك. بس خليني أسألك، هل الوحدة دي نهاية الطريق؟ ولا هي بداية نسخة منك ما كنتش تتخيل قوتها؟ الفيديو ده لكل حد وحيد بجد. طيب ليه ربنا سابك لوحدك؟ ساعات الوحدة المطلقة بتكون حماية. ربنا بيبعد عنك كل البشر عشان يبني عضلة الاعتماد على النفس عندك. لما ما بتلاقيش حد يسندك غصب عنك بتتعلم تسند نفسك وتستند على اللي خلقك. الوحدة دي مدرسة صعبة جدا، بس بتطلع شخصيات حديدية مفيش حد بيعرف يكسرها بعد كده، لأنهم جربوا يقعوا ويقوموا لوحدهم. الوحدة الحقيقية هي خلوة إجبارية عشان تكتشف فيها كنوزك اللي كانت هتضيع وسط دوشة الناس. طيب إزاي تملى حياتك وإنت ما عندكش حد خالص؟ لو اتكلمنا عن خطة الونس، فعشان تكسر العذاب ده لازم تبطل تكون مفعول بيه وتكون فاعل. أول حاجة، اعمل روتينك الخاص. بلاش يومك يكون فراغ. املى يومك بالقراءة، بالرياضة، بتطوير مهارة جديدة، بأي شيء انت بتحب تعمله. خلي يومك زحمة بيك انت وأهدافك. النقطة التانية، العلاقات الرقمية والهدف. احنا في عصر النت. لو ما عندكش أصحاب في الواقع، في مجتمعات واعية على النت بتهتم بنفس اهتماماتك. كون صداقات عقلية بتشبه فكرك انت، ده بيقلل إحساسك بالعزلة. النقطة التالتة، كون أنيس لغيرك. انزل جمعية خيرية، ساعد حد محتاج، زور دار مسنين لو تقدر. لما بتونس حد وحيد، ربنا بيبعتلك اللي يونسك، وبتحس إن ليك دور عظيم في الدنيا. لو اتكلمنا بقى على أهم نقطة، هو الونس الإلهي. لما ما بيبقاش فيه بشر تتونس بيهم، خلي ونيسك هو الله سبحانه وتعالى. في اللحظة اللي تلاقي فيها تليفونك صامت والدنيا ضلمة، افتكر إن ربنا مستنيك تفضفض. الوحدة هي فرصة ذهبية لمناجاة ما بيعرفهاش غير اللي جربها. قول لربنا: يا رب أنا ماليش غيرك، كون أنت ونيسي. والله يا جماعة، السكينة اللي بتنزل في اللحظة دي بتهون أي وجع. الشخص اللي ربنا ونيسه بيمشي وسط ناس بهيبة ما يعرفوش سرها ايه. في النهاية، الوحدة مش وصمة عار. الوحدة هي مرحلة انتقالية لحتة أحسن في حياتك. حب نفسك وقدر وحدتك، واستعد لليوم اللي الناس هي اللي هتجري عشان تطلب ونسك. قولولي في التعليقات، ايه أكتر حاجة بتهون عليك وحدتك؟ وهل قدرت تصاحب نفسك؟ أنا سيلة، وإحنا هنا عيلة واحدة. الونس بيبدأ من هنا. شكراً.